في زمن التكنولوجيا اللي بتتطور بسرعة، الشركات بقت مضطرة تتكيف مع التحولات الرقمية عشان تقدر تحقق النجاح. الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة ليهم دور كبير جدا في توجيه ورسم استراتيجيات التحول الرقمي عشان يوصلوا للنتائج المطلوبة. خلينا نتكلم عن دور الرؤساء التنفيذيين في التحول الرقمي. أول نقطة، القيادة والتوجيه. الرئيس التنفيذي هو المسؤول الأول عن تحديد رؤية الشركة واستراتيجيتها في إطار التحول الرقمي. لازم يكون عنده فهم عميق للتكنولوجيا المعلومات وإزاي يطبقها عشان يحقق الأهداف الاستراتيجية. طبعا أنا هنا مش بتكلم على أساس إن هو لازم يكون فاهم التكنولوجيا بحد ذاتها، أنا بتكلم إن هو يكون فاهم كويس جدا وعلى دراية بقوة التكنولوجي وتأثيرها على استراتيجية الشركة. تاني نقطة، بناء ثقافة رقمية. عشان نحقق التحول الرقمي لازم تغير الثقافة التنظيمية. الرئيس التنفيذي لازم يعزز ثقافة تبني الابتكار والتكنولوجيا ويحفز الموظفين على تبني التغييرات الجديدة. ثالث نقطة، تخصيص الموارد. من أهم أدوار الرئيس التنفيذي هو تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي، وهو أمر حيوي. الرئيس التنفيذي لازم يكون قادر على تقسيم وتوزيع الموارد بكفاءة علشان يضمن تنفيذ المبادرات الرقمية بنجاح. خلينا هنا نتكلم على دور المجالس الإدارية في التحول الرقمي. أول نقطة، الرقابة والإشراف. المجالس لها دور مهم جدا في مراقبة التقدم في مشاريع التحول الرقمي وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة. ثاني نقطة، تحديد الأولويات. المجالس الإدارية لازم تكون قادرة على تحديد الأولويات بين مختلف المبادرات الرقمية وضمان إن الموارد بتروح للمشاريع الأهم والأكثر استراتيجية. ثالث نقطة، تقديم الخبرة والرؤى. المجلس بيضم عادة أعضاء عندهم خبرة كبيرة وواسعة في مجالات متعددة، يقدروا يقدموا انسايتس قيمة عن الاتجاهات والتحديات الرقمية، وده بيساعد الشركة على اتخاذ قرارات قيمة. إيه هي التحديات اللي بتواجهها الرؤساء التنفيذيين في الشركات؟ أول نقطة وأهم نقطة على الإطلاق هي مقاومة التغيير. مقاومة التغيير من الموظفين ممكن تكون واحدة من أكبر التحديات اللي بيواجهها الرؤساء التنفيذيين. عشان ننجح في التحول الرقمي لازم الشركة بقيادة الرؤساء التنفيذيين تغير ثقافتها وتشجع الناس على استخدام التكنولوجيا الجديدة. تاني نقطة وهي نقص المهارات. التحول الرقمي محتاج مهارات جديدة في مجالات زي البيج داتا والاي اي. ممكن يكون في صعوبة في ايجاد موظفين مؤهلين لحاجة زي كده او تطوير المهارات دي جوه الشركة. النقطة اللي بعد كده، قضايا الامن والخصوصية. طبعا مع استمرار التطور التكنولوجي الموجود كل ما مخاطر الامن والخصوصية بتزيد. الرؤساء التنفيذيين لازم يكونوا جاهزين يتعاملوا مع التحديات دي. انا عارف ان النقطة دي مش مهمة الرئيس التنفيذي بشكل مباشر، والنقطة دي بتبقى مهمة السي اي او الاي تي دايركتور على حسب المسمى في الشركة، لكن لازم السي او يكون متاكد منها عن طريق ان هو يجيب شركات تقدر تعمل اوديت على الجزء دوت، لان بغض النظر عن صناعه الشركه لو حصل اي اختراق امني للشركه الشركه كلها بتوقف عن الشغل. النقطه اللي بعد كده، التكلفه. التحول الرقمي ممكن يكون مكلف جدا خاصه للشركات الصغيره والمتوسطه وحتى الكبيره في بعض الاحيان. الرؤساء التنفيذيين لازم يخططوا لميزانيتهم بعنايه ويضمنوا توفر الموارد الماليه اللازمه لتحقيق النجاح دوت. طيب خلينا نتكلم على بعض الامثله لشركات كبيره تبنت التحول الرقمي في شركتها وحصل فيها تغييرات ضخمه جدا. اول حاجه عندنا شركه مايكروسوفت. انا عارف طبعا ان شركه مايكروسوفت شركه تكنولوجيه كبيره وقديمه، لكن خلينا نتكلم اللي يعرف شركه مايكروسوفت من 20 سنه هيقدر يفهم اللي انا هقوله دلوقتي. شركه مايكروسوفت تحت قياده الرئيس التنفيذي بتاعها ساتيا، مايكروسوفت قدرت تتحول بنجاح لشركه رائده في مجال الكلاود سيرفيسز. قدر ان هو يركز على الابتكار وتبني ثقافه النمو الذكي، وده ساهم في تحقيق نمو كبير جدا في الشركه في الايرادات والارباح. المثال الثاني امازون، وهي واحده من ابرز الامثله في التحول الرقمي الناجح بفضل استثماراتها الكبيره جدا في التكنولوجيا والابتكار. قدرت امازون من التحول من متجر كتب صغير على الانترنت الى اكبر شركه تكنولوجيه في العالم حاليا. المثال الثالث شركه نايكي. بالنسبه لشركه مايكروسوفت وامازون في رحله التحول الرقمي كان بالنسبه لي حاجه عاديه، لان هي شركات اوريدي في الاصل التكنولوجيه وهي شركه قويه وقادره تطور نفسها في حاجات كتيره جدا. لكن بالنسبه لشركه نايكي كانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا لما عملت عليها بحث، لاني لقيت ان هي اشتغلت كويس جدا وعملت ديجيتال ترانسفورميشن استراتيجي قويه جدا. عملت منتجات ديجيتال قويه جدا مع انها شركه احذيه وملابس. على سبيل المثال شركه نايكي عملت حاجه اسمها نايكي تريننج كلاب، ده ابلكيشن عشان التدريب الرياضي، وعملت ابلكيشن تاني اسمه نايك ران كلاب، وده عشان تقدر تتابع بيه التمارين بتاعك بسهوله، وعملت ابلكيشن تاني للشوبينج اونلاين واستخدمت فيه الاي اي بشكل قوي جدا عشان تقدر توصل للعميل بتاعها بسهوله وتطلع اقتراحات المنتجات له من غير ما هو يفكر فيها. بالاضافه ان هي عملت ابلكيشن ممتاز جدا اسمه نايك باي يو، وده عن طريقه تقدر تعمل ديزاين للحذاء بتاعك او الشوز بتاعك قبل ما تلبسه. دراسه عملتها شركه ماكنزي قالت ان الشركات اللي بيقودها رؤساء تنفيذيين عندهم فهم عميق في التكنولوجيا الرقميه بيحققوا اداء افضل بنسبه 50% في مشاريع التحول الرقمي مقارنه بالشركات التانيه. التحول الرقمي بقى حاجه اساسيه في عصرنا الحالي، مش مجرد اختيار. بالخطط الصح وتخطي التحديات والاستفاده من النماذج الناجحه الشركات ممكن تنجح في المجال دوت. دور الرؤساء التنفيذيين ومجالس الادارات مهم جدا في تحقيق النجاح دوت عن طريق توجيه الشركه وتخصيص مواردها وتقديم الخبره.